السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، والناس اللي لسه جديدة معايا اهلا بيكم في قناة يوميات هبة في المطبخ. النهارده هنعمل مع بعض اوردر خطوبة، اوردر جاتوه سواريه، اوردر موفر جدا وحاجة كده في منتهى الجمال. هتستفيدوا من الفيديو كتير قوي، تابعونا للاخر. معايا كده للجاتوه بتاعي ده. كده اول صاج كده اخدت فيه 400 جرام من سبونج فانيليا، واخدت عليه هاخد عليه 4 حبات من البيض، هاخد عليه نص معلقة كبيرة من الاسبونج، ورشة فانيليا طبعا، ونص كوباية من المية، وهخفقهم كويس اوي. هاخدهم في صاج مقاسه 30 في 50. عملت كام صاج كده علشان اطلع معايا الكمية اللي شفتوها من الجاتو دي، وهي كانت حوالي 6 دست ونص من الجاتو السوري، اللي هو الجاتو زي ميني جاتو كده، موفر جدا. طبعا انا كنت صاحية بقى الصبح، طبعا بقالي كتير قوي ما اشتغلتش، الشغل مريح جدا. فكنت بقى مكسلة وكده، لازم أبدأ بقى يومي بكوباية قهوة كبيرة كده حلوة، علشان أصحصح وأعرف إن أنا أخلص الأوردر ده وأظبطه كويس أوي وأسلمه للناس. زي ما قلت لكم بقالي كتير ما اشتغلتش، الشغل مريح من ساعة المدارس. الله يكون في عون الناس، وفي الغلا اللي احنا فيه ده طبعا الناس بقى ما هتفكر في أكل وشرب ولا هتفكر في حلويات. بجد والله، كنت زعلانة ومتضايقة جدا إن أنا ما بشتغلش، إن الشغل معايا ريح. فبجد اللي يسيبها على ربنا ما ييأسش أبدا. وربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش حد وما بينساش حد. والله قاعدة كده في أمان الله، ولقيت يعني بفتح الصفحة بتاعتي على الفيسبوك عادي، بتصفح فيها عادي كده. ففي جروبات أنا مشتركة فيها، طبعا جروبات تبع المنطقة وخارج المنطقة وكده. بالصدفة لقيت حد كاتب على الجروب، يعني أنا طبعا مشهورة بأم أسلام بتعمل حلويات. أنا عايزة أم أسلام اللي كانت بتعمل حلويات، حد يوصّلني برقمها أو يوصّلني بيها، وحتى كاتب العنوان اللي أنا كنت باسلِّم فيه. لإني من فترة كده كنت عاملة عرض بوكسات، كنت إن شاء الله بإذن الله هاعمل لكم عليها فيديو البوكسات دي. البوكسات دي كانت سبب شهرتي، وكانت سبب إن ناس كتير تعرف شغلي. كنت باعملها بسعر رخيص، وكانت ما شاء الله شغّالة معايا، بس طبعًا قبل بقى موضوع الغلا اللي إحنا فيه ده. كانت شغالة معايا حلو أوي. فالناس دي عرفتني عن طريقها، فطبعًا إيه، رقمي بقى ضاع منهم، الصفحة بتاعتي ضاعت منهم، فكانوا بقى بيدوّروا عليَّ. يعني شُفتوا لمّا بتتقنوا في الشغل، لمّا الواحد بيتقن في شغله وبيطلّع شغل كويس أوي، الناس بترجع له حتى لو بعد 100 سنة، هتلاقي الناس بتدوّر عليكِ حتى لو يعني. فسبحان الله، هو النصيب والرزق بييجي لك لحد عندك وأنت قاعد. يعني بُصّوا ربنا، أنا باتقن في شغلي، الناس طبعًا لمّا جرّبت الحاجة عجبتها جدًا، فده اللي خلّاهم يدوّروا عليَّ، وده اللي خلّاهم بالرغم من إن في محلات كتير طبعًا أكيد بتعمل حلويات، يعني مش هيعوزوا إن هُم يدوّروا عليَّ على الفيسبوك أو يدوّروا على رقمي أو يسألوا حد هي فين بتاع. فبس ده راجع لإن الناس حبِّت شغلي، النضافة بتاعة الشغل، اللهم بارك، باتقن في شغلي كويس أوي كإني باعمله لبيتي. والحمد لله ربنا يحسن ما بين إيدينا جميعًا. الحمد لله طلب منّي order الخطوبة ده، مع إنّي كنت مريّحة زي ما قُلت لكم شغل بقى لي فترة، وبسم الله ما شاء الله فتح عليَّ فتحة خير حلوة أوي. يعني بُصّوا، أنا الأسبوع ده عايزة أقول لكم كنت شغّالاه كلّه، على قد ما أقدر عرفت إن أنا أصوّر لكم كام فيديو كده من الشغل، لإن أنتم عارفين التصوير بياخد وقت كبير جدًا معايا، فعشان كده أنا باستسهل على طول باشتغل ما باصوّرش. فاعذروني في الحتّة دي، والله اللي فاتح قناة زيي وبيصوّر هيقول لكم المعاناة اللي إحنا بنعاني منها وإحنا بنصوّر. مش بالساهل صدقوني التصوير، إن أنا كل شوية أقعد أصوّر فيديو دي مش حاجة سهلة. الفيديو بيتصوّر وعايز يتمنتج وعايز يتسجل له صوت، وبُصّوا يعني شغلانة. أنا كده عملت الجاتوه بتاعي طبعًا زي ما قُلت لكم، عملت بقى فانيليا وشوكولاتة زي ما هُم ما كانوا طالبين، كريمة وكده. فقالوا لي إحنا عايزين الإيه، هُم كانوا طالبين حوالي 6 دِسَت ونُص، فقالوا لي عايزينهم مشكّلين. طبعًا شكّلتهم لهم بقى. طبعًا الإسبونج زي ما قُلت لكم 400 جرام من الدقيق، و4 حبّات من البيض، ونُص معلقة كبيرة مُحسِّن، ورشة الفانيليا، ونُص كوباية من المَيّة، خفقتهم كويس أوي. اللي بالكاكاو بعد ما خفقتهم ووصلت لقوام الكريمة، حطيت معلقتين كاكاو كبار، وفي صاج 30 في 50، وعملت كذا صاج بقى عندي كده، واشتغلت بقى زي ما أنتم شايفين باقسم الصاج نُصّين وباعمله. طبعًا الصاج بيطلّع معايا دستتين من الجاتوه اللي هو الmini سوري ده، يعني الصاج ال30 في 50 بيطلّع معايا دستتين جاتوه اللي هو الجاتوه الصغير.
ولو كبير بيطلع معايا دستة، لان انتوا عارفين طبعا انا ببيع الجاتوه بتاعي القطعة بتاعته بتكون كبيرة، يعني بتكون كبيرة وحجمها كويس اوي. دي كده عملتها كده بالفانيليا كده، وحطيت عليها نوتيلا من على الوش ومربة حليب كده، روزيتات بمربة الحليب، وزيناها بقى بالكريسبي كده زي ما انتوا شايفين. شايفين القطع مش صغيرة، صدقوني القطع حلوة وكبيرة ومش صغيرة، يعني هو جاتوه صغنن، بس القطع حلوة يعني مش صغيرة خالص زي ما الناس متخيلة، لا. ودي كده كانت نص برضو، كنت عاملاها برضو دستة كده، عملتها برضو بالكريمة. طبعا اللي كانوا طالبين معظمه شوكولاتة، يعني الاوردر كان مطلوب معظمه شوكولاتة، يعني الفانيليا فيه مش قليل مش كتير زي الشوكولاتة. ده انا عملت كده المفتاح الموسيقي كده بجيلو الفراولة اهو زي ما انتم شايفين. بوسع نفسي بقى مكان كده على الصاج علشان اعرف ان انا ازين الشوكولاتة على قد ما بقدر، ما بهدرش كتير من السبونش بتاعي، يعني ما باخدش كسر جاتوه كتير. باحاول على قد ما اقدر ان انا اخد حاجات بسيطة كده من على الحواف علشان ما اهدرش فيها وتطلع القطع معايا كويسة. دي كده انا عملتها بالشوكولاتة، واللي على الوش ده كده نوتيلا، دول معلقتين نوتيلا خففتهم بزيت طعام طبعا ملهوش ريحة، زيت يكون نضيف جدا. وحطيته كده على الوش وبوزعهم بقى بالاسباتيولا بتاعتي كده اهو، زي ما انتم ما شايفين. طبعا الاوردر جالك اوردر خطوبة زي كده، جالك جاتوه، الجاتوه لازم تعمليها قبلها بيوم وتبيتيه في التلاجة، لازم في الفريزر علشان تعرفي تقطعيه. حطيت بقى رشات كده من النوتيلا كده زي ما انتم شايفين كده زي الشخابيط كده. وده بندق معايا، قسمت البندقية نصين كده وحطيت واحدة نص بندقية كده على كل قطعة من الجاتوه، اديتها شكل حلو وجاتوه راقي جدا و... واديت الشكل والرقي بتاعها، يعني زي ما بنجيب الجاتوه من بره. ده صوص شوكولاتة طبعا، ده جيلو متحدة، صوص جيلو متحدة. خدت كده كام معلقة كده وبالمعلقة قلبتهم كويس اوي، خففتهم طبعا، محطتش عليهم مية ولا حاجة، جيلو الشوكولاتة ما بتحطش عليه حاجة، هو بيبقى جاي كده وطعمه في منتهى الجمال، بجد بجد احسن يعني. هو الجناش حلو وكل حاجة، بس ده موفر شوية عن الجناش. وهعمل روزتات كده بالكريمة كده عليه، وهزينه طبعا. طبعا زينت بقى كذا شكل بقى، آه، اشكال مختلفة زي ما انتم ما شايفين وزي ما شفتوه في بداية الفيديو. ليه؟ علشان طبعا ده زي ما قلت لكم اوردر خطوبة، فلازم يبقى متشكل من كله، يعني لازم لما يفتحوا العلب كده يلاقوا تشكيلة كده ايه زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم ارجع واقول لكم الرزق ده بتاع ربنا، محدش يزعل لما الشغل يوقف معاه، الناس اللي فاتحه وبتعمل اوردرات زي كده اوعوا تزعلوا لما الشغل يوقف معاكم، ربنا هيبعت لكم رزقكم حتى لو كنتوا فين. والله العظيم زي ما بقول لكم ربنا بيبعت الرزق حتى لو الواحد فين. انا زي ما قلت لكم والله التجربه دي حصلت معايا بالفعل، يعني ما كنتش حاطه في اعتقادي ان حد يتصل بيا علشان شغل ان كده، يعني سبتها على الله. وسبحان الله ربنا فرجها عليا، انا قعدت الاسبوع كله شغاله والحمد لله. اللهم بارك، ربنا عوضني عن القعده اللي انا قعدتها وعن الخساره، واللهم بارك يا رب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو